بحسن تبعلها لزوجها. واش أمنا خديجة كملت القرآن مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قراته، ختماته. احنا كنقلبوا على الله في الختمة ديال القرآن، كنقلبوا الله على الله سبحانه وتعالى في التجويد، كنقلبوا على الله سبحانه وتعالى في المساجد، كنقلبوا الله نعرفوا العلوم والأحاديث مزيان لا بأس به. أما الغاية وهي رضا الله سبحانه وتعالى، الهدف الرئيسي هو رضا الله. هذاك هو اللي علاش خلقنا حنا الله سبحانه وتعالى، لا شيء اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى إلا أن احنا نعبدوه. والعبادة أنك تدك إلى الرضا ديال الله سبحانه وتعالى. أمنا خديجة وصلت من النساء الأربعة لحسن تبعلها بزوجها. أمنا خديجة صبرت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، صبرت منين جاه الوحي وجا وقال لها إني خشيت على نفسي، إني خشيت على نفسي، إني خشيت على نفسي. قالت لي لا لا يخزيك الله أبدا. هذه هي المرأة اللي خاصة، هذه هي المرأة اللي خاصة نحن في الدين، هذه هي المرأة اللي كتوقف مع الزوج ديالها في جميع أموره. المرأة الودود، المرأة الودود. قالت لي لا يخزيك الله أبدا، إنك لا. بدات كتعد ليه ديك الحاجات الزوينين اللي كيدير. إنك الرسول عليه الصلاة والسلام راه كان معروف بالأمين. كتقول لي إنك لا تصل الرحم وتحمل الكي وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فلا يخزيك الله أبدا، فلا يخزيك الله أبدا. قدمت هذه الأعمال اللي يخزيك الله أبدا. ودات وعد ولد العم ديالها وبشروا، وجات الدعوه، وملي تزوجت بالرسول عليه الصلاه والسلام عطات التجار ديالها والاموال ومشات معاه في الحصار ديال الشعب لمده 3 سنوات، وهي كانت كبيره في العمر، يعني فات 60 عام وهي مشات في الحصار ديال الشعب. خرجت مع الزوج ديالها في الحصار ديال الشعب. المكان ديالي هو فين كاين الزوج ديالي، ومع انها غنيه ولاباس عليها امنا خديجه ما ابت انها تكون مع الرسول عليه الصلاه والسلام في المأساة ديالو. ايوا كوني مع راجلك، نقولوا بلي كوني معاه، كوني معاه. ماشي انت يا واعره الا لقيتيه زوين فيه كل شيء، راه ماشي واعره، راه واعره الا لقيتيه زوين ودرتيه زوين. عاوني في الصلاه، عاوني يحيد الافلام الخايبين، عاوني يحيد الاغاني، عاوني يحيد شي بليه. وما اكثر الابتلاءات اللي ولاو دابا، خاصها تقول لك المراه كذا كذا. عاوني، راه عطاها لك الله سبحانه وتعالى تي، وحتى السميات ديال ولادك. حنا كنقولوا الله كون مجاليه هذه، كون غيجي هذا، كون ما جا هذا، كون ما جا هذا، كون 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 يعني كون، يعني حنايا اللي بيدينا القدر، ليس بيديك القدر. هذاك الراجل بالضبط راه كاينين الزوينين، كاينين الرجال الصالحين، كاينين الطالحين، وهذاك الطالح يقدر باذن الله يكون حسان وحسان وحسان الى تاب الى الله. كوني معاه، ما تكونيش ضده. كوراتنا امنا خديجه بحسن تبعلها لزوجها. ماشي انا كنصلي وانا نسبه، ولا انا كندير شي حاجه ونبدا انا نعيرو، ولا انا نبدا نقول ليه انا احسن منك، ولا نبدا. الزوج ديالك تاج فوق الراس ديالك، عطاه لك الله سبحانه وتعالى، نجحي في الابتلاء. راه شنو هي العبره؟ العبره هو لا كان في شي حاجه ما زويناش ولا زوينه، انت كنسميك مراه واعره، ماشي يعطاه لك هو زوين كامل وجي انت يا حقه صافي انا عطاه لي الله راضي عليا. يعني راه الا عطاه لك هو زوين راه يكون عندك ابتلاء، يا اما في الوالده ديالك او لا في الاولاد ديالك او لا في الصحه ديالك او لا، لان الانسان مبتلي. انا هضرت لكم على الزوج ديالها لانه مثال في امنا خديجه. بغينا نكون حسن التبعل لزوجها. نجيو لمريم باش كملات، هضرنا على اسي امنا خديجه باش كل وحده تقلب على راسها في الجنه في هذه البيبان. مريم بنت ال عمران باش اختارها الله، اختار بالعفه. حنا هضرنا على الحياء بالعفه، ولكن راه جاء ابتلاء واعر. حنا غير كنسمعوا مريم حقه حملات وصافي وعطاها الله ديك المعجزه بلا راجل، كتجينا شيء عادي. سعداتها فعلا سعداتها، ولكن راه ما سعداتها حتى طمحطت في الابتلاء. ماشي سهل، هي كانت الوسط تماك في البيت المقدس ومعروفه بالطاهره ومعروفه بانها شريفه ومعروفه بانها عفيفه ومعروفه بانها حييه، وفي الاخر تجي عند القوم ديالهم تقول لهم راه انا حامله، ما غاديش يتقبلها العقل. اللي كيعرفوها مزيان امنوا، ولكن الاغلبيه عامه الناس قالوا ما يمكنش، هذه ما تكون غير شي فضيحه وماشي سهله انها يامرها الله. هي ولدت بعيد على القوم ديالها تحت النخله، وكان معها الله في الابتلاء. ها اختي
ها اختي اللي كتقول لك انا فين غنولد نوجد انايا، كونيني كنوجد انايا، امي ما جاتش عندي، اختي ما جاتش عندي، عدوستي ما جاتش طيبت ليا، وكنديروا حنا حبه فيها قبه. اصبحنا نستعين ببعضياتنا ونخطئوا ونقولوا فين حنايا في الله، ما القلوب ديالنا جفات. راه ولدت بوحدها تحت نخله وقال لها هزي اليك بجذع النخله. على هي تقدر تهزها ولا راه هي انسانه ضعيفه، راه الا جبتي راجل قوي وما يقدرش يدير هزي، ولكن الله غير علمنا ناخذ بالاسباب، غير ضربت بها وينزل داك التمر. والتمر سبحان الله العلماء قالوا هو اللي كيدير دوك التقلصات ديال الرحم ديال المراه، وباش ما تكونش المراه فيها الفيضه. يعني الله سبحانه وتعالى تولاها في الابتلاء، الله تولاها وقال لها هزي شربي منه وشربي ولدك. شوفوا المعيه ديال الله في الابتلاء. وقال لها الا صحيتي هزي الولد ودخلي به بيت المقدس. ابتلاء صعيب ابتلاء. كي غندير كندافع على راسي، ما تدافعيش، صومي قولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. وفعلا استاذ، الوضع ماشي سهل. قالوا له كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ هي اشارت اليه، قال لي الله شيري ليه، قولي راه هو اللي غيدوي معاكم، راه كاين استهزاء، راه القوم داير بها، راه ماشي سهله. حنا بالنا في حكايه سهله ولكن ماشي سهله، ولكن نجحت فيها ومشات، استجابت لامر ربها. هو يتكلم، ها هو، ها المريض اللي ما تشكي، المريضه، المراه اللي كتشكي من الزوج وتشكي من الاولاد وتشكي من العجوزه وتشكي. شوفي الله كيفاش كاين معاها. قال لي اني عبد الله اتاني الكتاب واتاني. شكون هذا؟ سيدنا عيسى. نطقوا الله سبحانه بالصبر ديالك على الابتلاء، يقدر الله يغير هذاك القلب وتحسي بواحد الحلاوه وواحد المناجاه. انت يا رب غضبان مني وانا كنت في الدنيا عطيتيني المراه وعطيتيني الفلوس وعطيتيني الدار وعطيتيني الطوموبيل وعطيتيني. بحال دابا الاغلبيه كانوا السلف يصليوا الليل يقول لي يا رب عالم انت كتعلم داخل الجنه من داخل النار، فاي الدار داخل انا. وحنا راه بخير كنشوفوا نظرة ذاك الانسان اللي ما خاصو حتى شي خير ولا يحب الله سبحانه وتعالى. بالعكس يا اختي استحلفك بالله، الاخوات راه ما بغيناش نمشي عند الله سبحانه وتعالى نتحسر. واحد اليوم عظيم كلهم الانبياء كيقولوا سلم سلم، الملائكه تطرفوا تخلعوا، والانبياء اليوم الانبياء نجحوا كيقولوا سلم سلم. في الشمس ديالك فوق ريوسنا على قد ميل، كل واحد كيغرق، كاين اللي غرقان بالعرق ديالو حتى الرجلين، كاين اللي حتى الركبه، كاين اللي حتى الوسط ديالو، كاين اللي تلجم بالعرق، كاين على حسب الذنوب ديالو. وكاين واحد الوحدين جالسين تحت عرش الرحمن كنتمناو نكونوا منهم. ما دار هذا القسم الله في حياتي الا كنتمنى ان الله سبحانه وتعالى يظلنا في ظله يوم لا ظل الا ظله. لماذا نوقفوا حتى على ذاك الوقت ونبداو نجهروا؟ علاش ما نجدوش دابا دقيقة ساعة؟ ما هي إلا دقيقة. الدنيا ساعة فاجعليها طاعة يا أختي، الدنيا ساعة فاجعليها طاعة. لو الدنيا دامت هذوك اللي ماتوا اللي كنا راه كنتفنوا فيهم، غدا حنا اليوم كنحملوا، غدا حنا محمولين. أمك هي الأرض كانت هازانا في ظهرها بحال الأم اللي كتركب الدري، ودابا دخلتنا في كرشها بحال الأم اللي كتكون حاملة بالدري. ما بغيناش الأخوات ديالنا حتى تكون الطامة الكبرى. لا يا أختي، الابتلاء رحمة، الابتلاء رحمة. ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالزواج صبري، ابتلاك بالمرض صبري، أنت في معية الله أبشرك. أستحلفكم بالله أي وحدة بلي هضري مع الله، أستحلفك بالله تدوي مع شي وحدة وتبكي بحرقة وتقول لها دار لي أستحلف. خذي من هذه الأخت اللي ما كتعرفيهاش، خذي منها إيش اللي خديتي مني غير هذه الكلمة هذه. ادعي معايا وندعي معاك نمشيو عند الله الجنة. نقول لك هنيئا لك. جلسي في الدار بوحدك يبكي وشكي، شي داكشي اللي غتقولي شي حد قوليه الله، قوليه وشوفي الا ما حسيتيش بشي حاجه. انا قلبي عليا اختي، كنخليو الله نمشيو نقلبوا على فين، نقول هذا ونقول هذا، والله عظيم وكبير. وايننا نحن والاخوات، ايننا نحن؟ الاخت اللي مبتليه حتى بالوالدين ديالها. شوفوا قصه سيدنا يوسف، شوفوا قصه دليل عظيم بأن أي ابتلاء مولاها كينجح فيه، وإلا كيصبح من الأصفياء والأخيار. شوفوا سيدنا يوسف كان عايش وسط باه الأمهات. أستحلفك بالله شحال أم كنعرف أنايا عايشة في ظلال الماضي. مالك يا الأم ما عايشاش مع ولادك وما عايشاش مع الرجل؟ مالك ما عايشاش مع الله؟
راه دارت لي امي ملي كنت صغيره وكتقلبي على طبيب نفسي، وخليتي الطبيب العظيم اللي هو ربي هو الله سبحانه وتعالى. لو صليتي مزيان وبكيتي وتخشعتي بيد الله ما تحتاجي لحتى شي طبيب. الطبيب ديالنا هو الله سبحانه وتعالى. مرضات النفوس لان مرضات القلوب، القلوب خاصهم يتحركوا ويضروا الاخوات. فينا هو القلب ديالنا؟ جلستي وبكيتي على الله، علاش ما كنبكيوش على الله؟ لماذا؟ واش الله ما قدرش يبرينا؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. اين هو الذكر الذي تطمئن به القلوب؟ اليس تعاملي مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء اليس بذكر الله سبحانه وتعالى؟ شوفوا سيدنا يوسف، سيدنا يوسف اش وقع اللي في الابتلاء؟ كان با كيحبو بزاف. اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يكون الذئب. يعني قال لك العلماء من هاد الايه يبان لك كيفاش كان كيحبو، وماشي اي ابتلاء. ها الاخت اللي كتبدا اللي مبليه بخوتها وكتقول راه خوتي داروا ليا، اولا كتقول امي دارت ليا وفضلت اختي على اختي، واش غادي توصلي لدرجات يهزوك خوتك ويلوحوك في البير؟ ماشي سهله يلوحوك في البير، الموت هذاك. راه غادي خاص سيدنا يوسف يخرج مرض نفسي قاتل، مرض نفسي قاتل ما ينوضش موراه، لان راه خوتو هادوك اتفقوا عليه، ماشي شيء سهل. هو كان كيتعاملهم بالحب والتصدم، بحال كنتي كتحبي امك وتصدمتي، علاش تصدمي؟ عطاها لك الله، بغى لك واحد الفردوس وسلط عليك مثلا الام ديالك اولا الاخت ديالك اولا الاخ ديالك. قولي الحمد لله ونجحي قربي لهم، بالعكس اجتهدي وشري الكادوات وبوسي وعنقي يا اختي، عنقي ذاك الابتلاء بوسي. راه الله كيقربك ليه، راه بغى لك واحد البلاصه. واش نقولوا والله ما بغيناش الجنه؟ نقول يا بلاد انا بغيت امي ترضى عليا انايا. سولي الاخوات اللي ما عندهمش المشكل ديال الاموات، غتسوليها غتقول لك عادي. وانت كتبان لك السعاده الا امك رضات عليك، كتبان لك السعاده الا انت بريتي من المرض. سيري سولي شي وحده ما مريضاش عاديه غتقول لك حينا الدنيا روتين. ليست هذيك هي السعاده، ليس يؤخذ المقياس السعاده بان هذا عنده ابتلاء. مقياس السعاده هو مناجاه الله سبحانه وتعالى. شوفوا سيدنا يوسف ورفعوا الله سبحانه وتعالى، ورفعوا حتى سجدوا لخوتو سجود تشريف وتكريم. نجح في الابتلاء، وفي الاخر قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم. صافي كلمه قال لهم، ما خسر عليهم والو، كلمه وكرمهم. قال لك اذا الاحسن الى القلوب العباد تستعبد قلوبهم، احسن الى العباد تستحبط قلوبهم. بغيتي انت ذاك القلب ديال امك نعطيه الاحسان، بغيتي قلب خوتك اعطي الاحسان، بغيتي القلب ديال الزوج ديالك احسان اختي. انجحي في الامتحان يا اختي. نجحوا خاصنا نتمحصوا بحال كي قلنا في الحصه الاولى كاع، بحال الذهب الا بغيتي تحيدي منه الشوائب كيتعرض للعافيه. وكذلك الانسان الصالح خاصو ينجح في الابتلاء. لا تخشي، لا تخشي الفقر، ولا تخشي المرض، ولا تخشي الاهانه، ولا تخشي. اذا كان الله معك فمن عليك، واذا كان الله عليك فمن معك. راه كله ماشي الرزق الماكله، راه الصحه رزق، راه الزوج رزق، راه الاولاد الرزق، راه الماكله رزق، راه العلم رزق، راه الصلاه رزق، راه الهدايه رزق، الوالدين رزق، الاولاد رزق، العمه رزق، الجده رزق، كل هذه اشياء رزق. فاحمدي الله عليها اذا كانت حمد الله عليها، اذا ما كانتش حمد الله عليها. كان عندك فيها الابتلاء احمدي الله عليها. والله تنجحي مع الزوج وتنجحي مع الاصدقاء، تنجحي مع الله ما فيهاش ان شاء الله باذن الله.